ايه رأيكم نعمل حاجة بيحبوها الولاد؟ لا وكمان سريعة وبتدفينا على الآخر، ومش بتاخد وقت. مكرونة بالجبن أو ماك أند تشيز. يلا بينا نشوف هتعمل ازاي. أول حاجة هنسلق المكرونة، ماشي عادي. بعدين هنجيب حلة، هنحط فيها نص كوباية زبدة على معلقة أو معلقتين زيت. أنا عشان خاطر الزبدة بس ما تتحرقش. أنا عاملة كيس مكرونة اللي هو 400 جرام. لو هتنصصي لو هتنصصيها نصصي كل الكمية. فأنا عاملة عليها نص كوباية زبدة، عليها نص كوباية دقيق، وقلبي كده بقى زي البشاميل. خلي لغاية لما لون الدقيق، يعني مش لون الدقيق، ريحة الدقيق تخرج كده، تشمي ريحة الدقيق كده. احنا خلاص كده، انا خلصت كله. نروح حاطه عليها كيلو الحليب او لتر لبن، اقلب حلو. روح وبرده كوبايه الا ربع من ميه المكرونه، اقلب حلو. روح حاطه بقى ايه، هحط بقى التوابل بتاعتي. توابلي معلقه مستردة، ولو عندك بودره مستردة خلاص اوكي. عندك نص معلقه من بودره الثوم، نص معلقه من بودره البصل، نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الشطه، وربع معلقه من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسود. طبعا الملح ما تكتريش، انا لسه هحط جبن. يعني انت ممكن حتى تلغي الملح لغايه اما تدوقي، بس انا حلو قوي يعني ربع معلقه يعني كانت جايه بالمظبوط. هتقلبي حلو. بعدين بقى تجيبي بقى الجبن. عندك جبنه شيدر، انا حطيت حوالي ربع يعني كوبايه ونص من الجبن كلها. حطيت جبنه شيدر اللي هي لونها اورنج، على جبنه شيدر لونها العادي ده الاصفر العادي، على جبنه جوده، يعني وحاجه بسيطه كده من الموزاريلا. طبعا قلبي بالراحه، وطي العين على الاخر عشان خاطر يعني ما تتحرقش الجبنه وتدوب وتديكي لمعه حلوه. هتقلبي كده طبعا لغايه يتقل كده، بس الدقيق يتقل الخليط، وتروحي حاطه عليه طبعا علبه صغيره من الكريمه. بصوا هي انا معاكي، هي تقيله، هي دسمه، بس بصراحه يعني انت بتفرحي لما بتعملي حاجه الولاد بيحبوها وبتعمليها لهم في البيت عشان ما يطلبوهاش تاني من بره. وبعدين هتجيبي بقى مكرونه. انا بس نصيحه ليكوا، بس ما تسويهاش على الاخر عشان لسه هتتحط في الصوص، هتغلي غلوه والصوص سخن، فيعني برضو هيسويها زياده، فبتبقاش حلوه لما بتبقى المكرونه مستويه مهريه. بعدها تروحي بس جايبه معلقه وتقلبي حلو كده. بعدين تجيبي صينيه مش مدهونه، هتحطي فيها الخليط ده كله، عشان لسه هنحطها كده من فوق رشة جبن ونديها لون يعني خطير، وتبقى فيها مطة حلوة. هترشي كده رشة جبن بسيطة اللي موجودين عندك. انا رشيت من الجبن اللي انا حطيتهم ما عدا الموزاريلا. انا عشان انا مش بحب الموزاريلا كتير، انا بحب طعم الشيدر اساسا، طعم الجودة. فرشيت كده، تروحي حطها في الفرن، اهي خرجت خدت لون تحفة. هي مش هتعوق معاكي في الفرن، وتاكلي احلى ماكن تشيز. انا لغايه كده انا الفيديو بتاعي خلص. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو تاني.